مساء الخير يا سوسو. مساء الخير. اتأخرت كده ليه؟ كان عندي شغل كتير في المكتب. على فكرة توفيق خد الدكتوراه وبمرتبة الشرف كمان. والله؟ وهيرجع امتى؟ ما قالش. مش هتروحي بقى لماما عشان تباركلها؟ وهي يعني كانت جات لي لما ولدت؟ ما هي منقطة أمينة ونيل يا سوسو. منى من فضلك، ما اسمهاش أمينة. ده اسم الدلع، إنما اسمها الحقيقة أمينة. الغرض ايه رأيك ان احنا نروح لماما بكرة؟ مش فاضية. طيب بعد بكرة؟ مش فاضية برضه. انا مش فاهم بس هتفضلي مقطعة والدتي كده لامتى؟ هي كانت عملت لك ايه بس؟ عاوز اعرف. احضر لك العشاء ولا تقوم تقلع هدومك الاول؟ لا كمان شوية. على كيفك. طب ما تخليكي قاعدة في البلكونة، رايحة فين؟ ابدا. انا مش عارف كنت عايز اقول لك ايه. افتكرت. قول. الليله دي يا ستي المدير طلبني وقال لي ان احنا عاوزين نثبتك لان العمليه طولت. طيب عال كويس، مبروك. متشكر. بس بقى كان عاوز يعمل لي ما هي 12 جنيه بدل 15 لان الوظيفه بقت دايمه، لكن انا طبعا رفضت واصريت وفي النهايه وافق. قال يعني 15 جنيه كتير على القرف اللي الواحد بيشوفه كل ليله. على كل حال 15 جنيه كويسين يا سيدي. الواحد بيهلك بيهم يا سعاد. ادي انت شايفه، يا دوبك اجي من الوزاره واتغدى ومفيش نص ساعه واخرج تاني على المكتب، وشوفي باقي الساعه كام؟ اهي الساعه 10 وزياده دلوقتي. ومين عارف، يمكن بتخلص شغلك بدري وتدور تقعد هنا ولا هنا. فين يا حسره؟ ده انا بطلت اشتري علبه سجاير ب6 ساغ. على فكره انا هعمل جمعيه ب200 جنيه تخش. وهو انا معايا 200 مليم؟ انا كلمت بابا وعمتي وجوز عمتي وكم واحده صاحبتي وكلهم هيخش. والجمعيه دي كام نفر بقى؟ شوف انا عاوزه اعملها 20 نفر وكل واحد يخش ب10 جنيه في الشهر، بس على شرط اخد انا الاول. طبعا. اصل في واحده صاحبتي عندها عربيه صغيره وعاوزه تبيعها ب200 جنيه، قلت فرصه. عارف تسوى لها كام العربيه دي يا سامي؟ 400 جنيه بالراحه. طب مش بس لما نخلص من حق الفريجيدير الاول نبقى نفكر في العربيه؟ اصل ما عندكش فكره يا سامي العربيه جميله قد ايه، دي فرصه مدهشه يا ستي. وعلى ايه بس عربيه؟ ما هو كده كويس رجلينا. يا اخي انت مش طموح ابدا، وده الشيء اللي مش عاجبني فيه. بقى في حد يبقى متعلم زيك وموظف كبير في ديوان المحاسبه وبيشتغل في شركه بعد الظهر وما يبقاش عنده عربيه؟ في كتير. ممكن حد يسكن في الزمالك وما يبقاش عنده عربيه ولو صغيره ب200 جنيه؟ ممكن قوي. مبروك يا سعاد. بابا مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك. على ايه؟ اولا تعملي لي فنجان قهوه. بس كده يا بهانه؟ نعم يا ستي. اعملي فنجان قهوه. سكر على الريحه يا بهانه. حاضر يا سيدي. ايه يا بابا خير؟ عن اذنك يا بابا. خليك انت يا بهانه، انا حاجه. سعيده يا سوسو. سعيد. مبروك يا ابني. سعيد يا عم. الله يبارك فيك. خير ان شاء الله. مبروك على الدرجه الرابعه. الله، هو الكادر طلع؟ النهارده كنت في الوزاره صدفه واطلعت على الكشوف الجديده وقريت اسمك. مبروك يا سوسو. ميرسي يا بابا. هو انا يعني نايبني من كده ايه؟ مش زوجك مهما كان ولازم يكون قلبك عليه. قول لها والنبي يا عمي. هيقول لي على ايه يعني؟ والنبي تسكت احسن لك، لاني لو فضفضت شويه الكلام مش هيكون لمصلحتي. وعلى ايه مفيش داعي. تسمعي تحضر لنا الغدا؟ ومستعجل قوي على الغدا ليه؟ وراك ميعاد؟ عاوز اروح المكتب. المكتب مش قبل الساعه 5 ودلوقتي الساعه 2:30. 3 إلا ربع. على راحتك، نتغدى وقت ما يعجبك. مش هتتغدى معانا يا بابا؟ لا يا بنتي انا واكل والحمد لله. انا هشرب عندكم القهوه وهروح اقعد في النادي شويه. القهوه يا سيدي. هات يا بهانه. كتر خيرك. استني خدي. تعيش يا سيدي، ربنا ما يحرمناش منك ابدا. شفتي يا استأمينة الهديه اللي جابتها لي حوريه بمناسبه عيد الام؟ يو بحق، ده النهارده عيد الام وزمان